صباحكم فل. الموضوع اللي جاي اكلمكم فيه النهارده موضوع بيهم كل بنت وكل ست عايشه في الغرب او عايشه في بلاد ليست عربيه بشكل عام، امريكا، اوروبا، اي بلد شرق اوروبا، المهم انها في الغرب. كل الستات لما بتيجي في الغرب اكيد بتحس بفرق شاسع، اكيد بتحس بوحدة، اكيد بتحس باختلاف في الحياة اللي هي كانت متعودة عليها لأي سبب بقى جت ما نعرفش، المهم انها جت وعايشة. طيب ايه اكتر، انا عارفة ان الموضوع ده بيهمكم جدا، ايه اكتر الحاجات اللي بتضايق او بتسبب مشاكل في الغرب للستات العربيات تحديدا؟ يعني اكتر المشاكل سببها انه جوزها او صاحبها او حبيبها او ابنها بيروح يتجوز او يصاحب، ما فيش يتجوز، يصاحب اجنبيه، يصاحب اوروبيه، وطبعا تنهار الحياه والعيال تتشرد ويبقى في مشاكل ونخش محاكم او نجري بقى نعمل مشاكل ونعيط وننهار وحالات نفسيه. طب قبل ما ده كله يحصل، هل انتي سألتي نفسك هو ليه بيعمل كده؟ هل انتي كفيتي احتياجاته اللي هو محتاجها؟ كل شخص محتاج احتياجات غير الآخر. في شخص بيحتاج الحب والحنان، وفي شخص بيحتاج علاقات متعددة ما بيشبعش أو عايز يجرب، أو الحرمان في البلاد العربية بيخليه يقول أجرب أجرب أجرب. لكن هل بصيتي هو محتاج إيه؟ وهل انتي لبيتي الاحتياج ولا لأ؟ أوكي، وممكن تكوني ملبياه. طب إيه اللي بيخليه يبص للتانية؟ لو انتي راجل وبصيتي لها هتشوفي فيها ايه مختلف عنك او زيادة عنك، او بلاش زيادة، مختلف. طيب هل لاحظنا ان هما بيجروا ورا الشكل؟ علشان شكلها حلو، عشان جسمها حلو، عشان متفتحة، عشان بتضحك، عشان بتشرب سجاير، عشان بتشرب مخدرات معاه، ولا عشان يتجوزها ويخلف عيال ويستقر؟ لو حطينا ايدنا على الاسباب اللي بتخليهم يروحوا هنعرف نحل المشكله، لان لو عرفنا الاسباب هنقدر نغير من نفسنا، او نتكلم معاه ونفهمه، او على الاقل نبقى فاهمين السبب اللي بيخليهم يعملوا كده ايه. واحد بيهد حياته، واحد بيهد اسره مستقره بقالها سنين عشان نزوات، او عشان واحده شكلها حلو، شعرها اصفر وعينيها ملونه وجسمها حلو. طب ودي بقى تنفع تبقى ام لاولادك؟ طب دي تنفع تبقى صاحبتك؟ اوكي، تهيص، تخرجوا، تسهروا، ترقصوا، تشربوا، تلعبوا، تعملوا حاجات تجيب شباس، يعني متعة او يعني وقت جميل. لكن هل هي دي اللي انت عايز ولادك يطلعوا زيها؟ اوكي، احنا ما بنعممش ان كلهم وحشين او ان كلهم خارجين عن السياق، لكن هل انت اتربيت على كده؟ هل انت اتربيت على ان دي اللي بتقول لابنك بلاش يبقى عندك دين، هي دي اللي انت عايزها؟ واذا كان الدين مش مهم ليك، لما تموت هتروح فين؟ هتنفعك؟ هتساعدك؟ ولا هتبقى تفتكر اللي حصل؟ الحياة اقصر مما احنا نتخيل. الفيديو بتاعي هو موجه للستات وللرجاله. الستات عشان يفكروا انا اعمل ايه عشان ابقى حلوه في عين جوزي واملى عينه، حتى لو عينه يعني فارغه احاول املاها باي طريقه. كل ست تبقى عارفه جوزها بيحب ايه وتعرف تبسطه ازاي. لكن برضو موجه للرجاله عشان اقول لهم كفايه عك وكفايه بعد عن ربنا، لان في الاخر لا يصح الا الصحيح. في الاخر المتعه الزائله اللي انت بتعملها هتسيبك وهتخش القبر لوحدك. ولما تخش القبر لوحدك محدش هينفعك، لا الجنسيه هتنفعك،
ولا السعادة الزائلة هتنفعك، ولا العيال اللي ضاعوا واتشردوا هتنفعك. فكروا بعقلكم، لأن تكوين أسرة مش قائم فقط على الحب، ومش قائم فقط على الجمال. ورسولنا الكريم قال تنكح المرأة لثلاث: لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. يعني قدم الدين على كل الحاجات، على المال وعلى الجمال وعلى الحسب والنسب. وانت جاي من بلدك جايبها معاك، جايبها وعارف ان دي ام عيالك. اللي بيخليك تشت، اللي بيخليك تفقد الاتجاهات الصحيحة في حياتك اللي اتربيت عليها، الثقافة اللي امك وابوك زرعوها فيك وانت طفل صغير، كل ده راح فين؟ عشان شوية شباص، عشان شوية هيافة. طب ما تطلب من مراتك تعمل لك الهيافة. لو مراتك تخينة قول لها خسي. لو مراتك مش التيب التايب اللي انت بتحبه قول لها شوفي دي شكلها حلو ازاي وعامله ازاي، ما تبقي تعرفيش تعملي كده. وانتوا كمان لازم تعرفوا، لانه بدل ما يروح من ايدي ويروح من عياله، هيروح لواحده هايفه، واحده بتضحك عليه عشان تاخد بس شويه وقت لطيف او تاخد فلوسه. لكن هل هي عايزاه؟ هل هو ده الشخص اللي هي عايزه تكمل حياتها معاه؟ ما اظنش، لان احنا وهم غير بعض تماما. فاصحوا وفوقوا، لان انتوا بتربوا اجيال، انتوا مش عايشين لوحدكم على الارض، انتوا هتمشوا واللي انتوا زرعتوه في الارض هو اللي هيكمل. فازرعوا بذرة صالحة، بذرة صحيحة، عشان الارض ما تخربش، لانها كده هتخرب. والخراب اديكوا شايفين، حروب وكذب وكل ده سببه ايه؟ بذور فاسدة، بذور فاسدة. فازرعوا صح وخلوا بذوركم صالحة. صباحكم فل. رشا أمين من ألمانيا.